تحب أغششك السبب الحقيقي اللي بيعطلك دايما إنك تبدأ في الحاجات الجديدة اللي أنت بتخطط لها؟ الخوف من التقييم. قول لي كده بأمانة، خوفك من التقييم أو إن حد يحكم عليك غلط هو اللي معطلك لغاية دلوقتي إنك تبدأ؟ خلينا نكون صراحة مع بعض. أنت مش خايف من الفشل في حد ذاته، انت خايف من نظرة الناس ليك لو فشلت. خايف تسمع جمل زي شفت فلان كان فاكر نفسه هيعمل حاجة، ولا شفت فلان التاني كان فاكر نفسه مين يعني عشان يعمل اللي هو بيعمله ده. علشان كده انت دايما طول الوقت بتقول لنفسك انا لسه مش جاهز، لسه بدري، او اقول لك انا مش هبدأ الا لما اطور نفسي اكتر. بس الحقيقة كل ده غلاف وهالة انت بتصنعها حوالين نفسك، اساسها الخوف من تقييم الناس الغلط ليك. لانك لو كنت خايف بس من الفشل كنت هتجرب ومش مشكلة تفشل، بس كنت هتقوم عادي. بس لما تكون خايف من نظرة الناس اللي انت مش ممكن تتوقعها بتفضل قاعد في مكانك خايف ومتجمد. دراسة من هارفارد بيزنس ريفيو بتقول الخوف من حكم الناس بيأخر قرارات البداية بنسبة 70% عند الأشخاص اللي شايفين نفسهم طموحين. طيب السؤال هنا، ازاي تتخلص من الخوف ده؟ واحد، حاول تستوعب ان الناس مش مركزين معاك بالطريقة اللي انت متخيلها. اتنين، حاول تفكر في الخسارة الحقيقية اللي انت هتشوفها لو فضلت خايف من البداية. تلاتة، اعمل اللي عليك وسيب التقييم للنتائج اللي انت وصلت لها مش لانطباعات الناس الشخصية. قولي كده في الكومنتات، هل عمرك حسيت ان خوفك من تقييمات الناس او الحكم عليه غلط ممكن يكون منعك عن خطوات كتير نفسك تاخدها؟ هستنى ردك في الكومنتات. السلام عليكم.